السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اتمنىكم تكونوا في افضل الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ساندويش بالكفته ديال الدجاج معمره بالفرماج اللي كيجي زوين بزاف ولذيذ بواحد الطريقه اللي زوينه. بقاو مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الخبز ديال الساندويش فغنحتاجو فيه 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الدقيق الفينو. هنا غنضيف معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز. بالنسبه للخميره فدائما كتبقى على حسب الجو. غنزيد هنايا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. وهنا غنضيف 5 معالق كبار ديال الزيت العاديه وغنضيف بيضه صافي. وكنجمع العجين ديالي بهذا الشكل هذا وحنا كنضيفو في الماء بشويه بشويه. صافي هنايا كيف ما شفتوا فالعجين كتكون شويه مرخوفه ما كتكونش قاصحه. كنحاولوا كندلكوها شويه بهذه الطريقه هذه، يعني راه كتكون ساهله بزاف حيت العجين مرخوفه ما قاصحاش. صافي تنبقاو بهذه الطريقه هذه حتى كنتاكدوا باللي ما بقاش عندنا الدقيق، يعني هكاك كتل ديال الدقيق كيكون كل شيء منسجم. صافي كنستمروا غير شويه بهذه الطريقه هذه، يعني ما كنحتاجوش اننا ندلكوها بزاف. انا من بعد ما تاكدت باللي العجين كلها انسجمات، يعني ما بقاش كتل ديال الدقيق باينين، درت شويه ديال الزيت في يدي وكنحاول انني كنجمعها بهذه الطريقه هذه. من بعد غنديرها في اناء وكنغطيها بلاستيك غذائي اولا سلوفان وكنخليوها حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها. هنا غادي ندوزو المقادير ديال الكفته ديال الدجاج. هنا عندي مطيشه وبصله اللي درتهم في الهاشوار حتى طحنوا مزيان ولاو بهذا الشكل هذا. من بعد صفيتهم وخديت الماء ديالهم هو هذا اللي في السلافه. هنا عندي كميه ديال الدجاج اللي غادا تكفاكم في الساندويتش ديالكم. الدجاج حتى هو طحنته في الهاشوار مزيان. وهنا غادي نحتاجو كميه ديال الشحمه، ضروري من الشحمه باش ما كتجيناش الكفته ناشفه، الشحمه اللي حكيتها في الحكاكه الرقيقه. وكيف ما شفتوا عندنا الجبن الاحمر وعندنا القزبر ومعدنوس مقطعين. هنا غنبدا نصيف في الكفته ديال الدجاج. كنضيفوا البصله ومطيشه محكوكين، عفوا اللي طحنتهم في الهاشوار. بالنسبه اللي ما عندوش الهاشوار يقدر يحكهم وكيصفيهم من بعد. هنا ضفت الشحمه، ضفت قزبر ومعدنوس وغنبدا نضيف التوابل. غنضيف التحميره، عندي هنايا شويه ديال الكمون. بالنسبه للتوابل حتى هما كيبقاو على حسب الكميه ديال الدجاج اللي درتو. هنا كنضيف شويه ديال البزار شويه ديال الملحه صافي وكنخلط هاد الكفته مزيان مع هاد التوابل اللي ضفنا ليها. هنا من بعد ما كنخلطوا الدجاج مع المكونات اللي ضفنا ليه مزيان كنعمروهم بالجبن الاحمر بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للحجم ديال الكويرات كيبقاو على حسب الاختيار ديالكم نتوما، انا درتهم شويه كبار. صافي كنبقاو نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكفته اللي عندنا كلها. بالنسبه للشحمه فضروري ديروا الكميه ديال الشحمه كافيه باش ما كتجيكمش الكفته ديال الدجاج ناشفه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. بالنسبه للماء ديال البصله ومطيشه فغنديروا مقله بهذا الشكل هذا، يعني غادي نديروه على شكل صوص. كيف ما شفتوا ضفت شويه ديال التحميره شويه ديال البزار وغنضيف شويه ديال الملحه. من بعد كنضيف معلقه ديال المطيشه ديال الحك وكنضيف تقريبا 3 معالق كبار ديال الزيت. كنخلطهم بهذا الشكل مزيان حتى كيذوب لينا هذيك التوابل اللي ضفنا.
ومن بعد كنديروهم على النار حتى كيولي عندنا هذا الخليط على شكل صوص بهذا الشكل هذا. كنخليهم تقريبا 3 ديال الدقائق فوق النار تكون متوسطه. صافي من بعد ما كيولي الشكل ديالو بهذا الشكل هذا كنحيدوه. وهنايا غادي ندوزو باش كنوجدوا الخبيزات ديال الساندويتش ديالنا. كيف ما شفتوا العجين ضاعف الحجم ديالها. هنا غادا نستعمل سميده، يعني ما استعملتش دقيق الفينو، غنستعمل سميده. كنديروا شويه ديال الزيت في يدينا وكنحاولوا كنهبطوا هذاك الهواء كله كنخرجوه اللي في العجين بهذا الشكل هذا. من بعد كنشكلوا العجين ديالنا الكويرات، يعني الحجم اللي كيناسبكم. انا درتهم شويه متوسطين، بغيتو ديروهم كبار بزاف كتكبروا الكويرات، الحجم ديال الكويرات. بغيتو ديروهم صغار فكتصغروا على القياس اللي كيناسبكم. هنا كنستمر بهذه الطريقه هذه وكنخلي الخبيزات ديالنا كيرتاحوا تقريبا 2 دقائق او 3 دقائق. ومن بعد كندوزو كنستعنوا طبيعه الحال بالسميده. من بعد كنقرصوا الخبيزات ديالنا غير شويه وكنحاولوا كنجمعوهم بهذه الطريقه هذه. كيف ما شفتوا يعني طريقه اللي سهله بزاف. كنرشوا شويه بالسميده باش ما كيبقاوش يتلصقوا لينا في سطح العمل. صافي هنا غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه مره اخرى. كيف ما شفتوا الطريقه سهله بزاف. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الخبيزات اللي عندنا كلهم. من بعد كنديرهم فلاطه وكنخليهم حتى كيختمروا وكيتضاعف الحجم ديالهم بهذا الشكل هذا. انا هنا سبق وشعلت الفران، يعني الفران دابا سخون. كناخذوا هاد العويدات هادو ديال الشواء وكنديروا فيهم تقيبات بهذا الشكل هذا باش ما كيتفرقعوش لينا ملي كيكونوا يطيبوا. صافي كندخلوا نطيبوهم من الفوق ومن التحت بحال كنطيبوا الخبز العادي. صافي هنايا كيف ما شفتوا خديت مقله درت فيها شويه ديال الزيت وكنبدا نحط فيها الكفته ديالنا باش كطيب وكتحمر. هنايا كنحسوا بالكفته تحمرات لينا من التحت كنقلبوها باش كتحمر وكطيب من الجهه الثانيه. هنا ملي كتحسوا بالكفته ديالكم يعني قربات كطيب كندهنوها بالصوص اللي سبق لينا وحضرناه بهذا الشكل هذا. صافي ومن بعد كنخليوها حتى كتحمر لينا مزيان وكتاخذ واحد اللون اللي زوين. بطبيعه الحال مره كنقلبوها باش كيتحمروا لينا هذوك الكويرات ديال الكفته وكياخذوا واحد الشكل اللي زوين بزاف. هنايا من بعد ما طابوا الخبيزات ديالنا شوفوا كيفاش كيجيو. صراحه كيجيو زوينين بزاف محمرين وخفاف. بالنسبه لهاد الساندويشات هادو صراحه كيجيو زوينين بزاف، ينفعوكم بزاف مع المدرسه الوليدات او حتى الدار الا بغيتوا تبدلوا شويه من النوع ديال الغداء ديالكم. هنايا كيف ما شفتوا كنحاولوا نقلبوا هذوك الكويرات باش كيتحمروا لينا في هاد الصوص اللي درنا عليهم. هنا من بعد ما طابت الكفته والخبز ديال الساندويتش هنا عندي صوص الجيريان اللي سبق ليا وحضرتها معكم في القناه. اللي بغى الوصفه فغنحط ليه الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد الصوص هذه الصراحه كنستغناش عليها بحال هاد الساندويشات، كتعطي واحد البنه زوينه الساندويشات. هنايا غنبداو نعمروا في الساندويشات ديالنا. بالنسبه للحشوه فاستعملوا اي حاجه كتفضلوا انكم تحضروها. بالنسبه لي انا استعملت غير صلصه الالجيريان والخس، يعني ما بغيتش نشارجي بزاف الساندويتش ديالنا، بغيت نخليه غير بحال هكا. هنا غندير طبقه ديال الخس وغندير الكفيته ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي وكيكون هذا هو الساندويتش ديالنا ديال اليوم. هنايا وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو. كيف ما شفتوا الساندويتش ديالنا رافقته مع سلطه والفريت.
هنايا الكفتة كيفاش كتجي من الداخل، يعني معلكة بالفرماج، يعني بلا ما نحتاجو اننا نديرو فرماج ديال ساندويتش اولا نشارجيو بزاف الخبيز ديالنا، يعني نخليوه غير بحال هكا كافي. هنايا بقى ليا غير نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. بسلام عليكم.